اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى هنعمل مع بعض وصفة جديدة. هنعمل مع بعض طريقة تفريز اللوبيا الخضراء. اللوبيا من الحاجات اللذيذة الفترة دي، أكتر الناس ما يعرفهاش ودايما بتلخبطوا بينها وبين الفاصوليا الخضراء. يتابعينا لآخر الفيديو، هعرفك ازاي تفرقي بين اللوبيا الخضراء والفاصوليا الخضراء، وهعرفك ازاي تقدري تفرزي اللوبيا الخضراء وتفضل معاكي خضراء لمدة سنة كاملة بدون لونها ما يتغير وطعمها ما يتغير. لو انت ما تعرفينيش، انا اسمي زوزو، ولو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي استني ما تنسيش تعملي لي اشتراك وفعلي زر الجرس، ولو الوصفة عجبتك اعملي لي لايك. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا. اول حاجة معانا هنا اللوبيا الخضراء زي ما انتوا شايفينها كده اهي. انا جايبة كمية علشان انا بفرزها من السنة للسنة، ممكن تقعد معايا حتى لرمضان الجاي ان عشنا ان شاء الله. بتبقى جميلة قوي، بتعملها في عزوماتك بتبقى حلوة قوي. ده شكل اللوبيا بتاعتنا. بيبقى فيها اللي هو زي ما ماما ربنا يبارك لي فيها بتقولي بتبقى مستوية اللي هي لونها مصفر كده، وفي بتبقى لونها اخضر. دي بتبقى كده ودي بتبقى كده. الفرق بينها وبين الفاصوليا ان الفاصوليا بتتقطم معاكي والفاصوليا ما بتصفرش، بيبقى لونها اخضر على طول. انما اللوبيا بتاعتنا الورقة بتاعتها ما بتتقطمش. احنا اللي بنعملها بالسكينة او بالمقص. اول حاجة هنجيب اللوبيا كده، ديت اللي انا بفصصها. بجيب العود الاصفر وافصصه كده قدامكم اهو، بوريهولكم اهوت ازاي بنفصصه مع بعض. زي ما انتوا شايفين هنمشي مع بعض خطوة خطوة. اللوبيا الخضرة دي جميلة قوي وطعمها حلو قوي قوي. هما في اللي بيصنعوا اللوبيا الناشفة بينشفوا اللوبيا وبيخلوها اللي احنا مفصصينها ديت، وبيعملوها ان هي بتبقى لوبيا ناشفة. انما احنا بنفصصها دلوقتي علشان احنا هنعملها لوبيا خضراء طرية وهنحافظ عليها في الفريزر بتاعنا. انا جبت العيدان اللي لونها اخضر وهبدأ اخرطهم قدامكم بالسكينة. يعني جبت كذا عود، ممكن تجيبي 10 أو 5 اللي تقدري عليه. ممكن تقطعيه بالسكينة زي ما انت شايفة كده. احنا بنقول بنخرطه بالسكينة، انت بتقولي تقطعيه اللي يريحك. احنا بنقطعه بالسكينة كده او بنخرطه بالسكينة كده. المقاس دوت يبقى العود اللي هو ناشف واصفر بنفصصه وبننزل اللي حبات اللوبيا منه اللي لونه اخضر ورفيع ما فيهوش من جوه. بيبقى حبة اللوبيا صغيرة قوي. بنبدأ نقطعه زي ما انتوا شايفين كده. يبقى شوية بنفصصهم وشوية اللي هو الاخضر بنقطعه المقاس اللي انتوا شايفينه ده. انا عملت كذا واحدة قدامكم عشان اوريكم الطريقة بالظبط. والله طريقتها سهلة وحلوة قوي، وهتحفظيها في الفريزر وتقعد معاكي وقت كبير جدا. اهو زي ما انتوا شايفين اهو. نمشي مع بعض خطوة خطوة. برضو جبت كذا عود، انا جبت 3 عيدان اهم بقطعهم بالسكينة. ما انتيش عايزة تقطعيه بالسكينة ممكن بالمقص يبقى سهل معاكي وتقطعيهم بالمقص. ادي شكل اللوبيا اهي قدامكم. خرطت شوية بالسكينة او قطعت شوية بالسكينة وفصصت شوية حبات اللوبيا، يبقى شكلها كده قدامكم اهو زي ما انتوا شايفين. انا حبيت اوريها لكم بالظبط زي ما انتوا شايفين. طبعا هاخدها دلوقتي واغسلها كويس جدا. تمام، يعني انا بعد ما فصصتها وقطعنا اللي قطعناها هاخدها واغسلها كويس جدا. جبنا حلة وحطيناها على النار خلاص، وحطينا فيها كمية مية. يعني حطينا مثلا على قد مثلا العيار اللي احنا هنعمله كيلو او 2 او 3. حطيت كمية المية في الحلة وحطيتها على النار زي ما انتوا شايفين. المية اهي بتغلي قدامكم اهي، سخنت قوي طلعت بخار. انزل باللوبيا بتاعتنا اللي احنا غسلناها وصفناها من المية. يبقى نزلنا بكمية اللوبيا بتاعتنا اهي قدامكم في المية المغلية، وابدأ اقلب كده. ما نحاولش ان احنا نغيبها في المية كتير علشان لونها يفضل زي ما هو. استني، في تركاية هنعملها ما تستعجليش
وتفصلي الفيديو كملي للاخر. التركايه بتاعتنا اللي احنا هنعملها واحنا حاطين اللوبيا في المية المغلية على النار، هنيجي دلوقتي ونحط يعني ربع معلقة من السكر وربع معلقة من ملح الليمون علشان يحافظوا على لونها، يحافظوا على طعمها في الفريزر بتاعنا، ويفضل لونها زي ما هو اخضر، ويفضل طعمها جميل جدا كأنك جايباها من السوق دلوقتي وهتطبخيها. دي تركاية. لسه برضو في تركاية هتحافظ لنا عليها كويسة جدا. تمام، تابعينا، استني، ما تقفليش الفيديو، ما تستعجليش. زي ما انتوا شايفين انا مش هغيبها على النار بعد ما حطينا ربع المعلقة بس السكر وبرضو ملح ليمون، هيحافظ لي عليها كويس جدا. انا مش هغيبها على النار، يدوب 5 دقايق على النار بتاعتنا، وقلبناها كويس جدا زي ما انتوا شايفين اهي. خلاص هي كده، خلاص بقالها 5 دقايق. على فكرة انا ماشية معاكم خطوة بخطوة علشان حبايبنا المتابعين، حبايبنا المشتركين اللي هم لسه مبتدئين وعايزين يتعلموا طريقة تفريز الخضر بتاعتنا. اول الخضار بتاعتنا هنعمل اللوبيا الخضراء، ولسه هعمل لكم فيديوهات تفريز كتيرة. احنا دلوقتي بعد ما خلصنا وشلناها من النار هنصفيها كويس جدا في الحوض، وجبنا برضو طبق فيه مية، بس المية دلوقتي ساقعة. لو عندك تلج زي ما عندي كده هاتي التلج مكعبات وحطيه في المية. اهم حاجة ان انت تجيبيها من وهي سخنة وتحطيها، تديها صدمة في مية ساقعة جدا يعني متلجة. ليه؟ ده بيحافظ لك على لونها برضو، وبيحافظ لك على طعمها. كل خطوة ماشيين فيها بتحافظ لك على طريقة تفريزها. بنقلبها دلوقتي في المية اللي احنا حطينا فيها التلج المكعبات. يبقى احنا بعد ما غليناها على النار لمدة 5 دقايق، ما تزوديش عن 5 دقايق، وتقومي اخداها مصفياها في الحوض، حطيناها في مية بتلج، وبعدين صفناها برضو بس سبتها يدوب 10 دقايق في المية اللي بتلج، وبعدين صفناها في الحوض وجبتها بالمصفى اهو اوريها لكم قدامكم. هسيبها في المصفى لمدة 10 دقايق لما تصفي المية بتاعتها. تمام، ما تخزنهاش بالمية بتاعتها، انت تسيبيها تصفي المية بتاعتها كويس جدا اللي هي المية الساقعة اللي احنا عملناها فيها، ونجيب اكياس من بتاعة التلاجة وتبدأي تعبي فيها اللوبيا بتاعتك الحجم اللي انت عايزاه على قد الوجبة بتاعتك. تعبي في الكيس على مقاس ما انت بتستخدمي، كل واحد له الكمية اللي بيستخدمها. احلى لوبيا هتعمليها، وانا هعمل لكم فيديو مخصوص عن طريقة طبخها وبتتعمل ازاي، بجد جميلة قوي. اهو انا مثلا عايزة الكمية دي، ودي كميتي اللي انا عايزاها محدودة اهي قدامكم. خلاص، وده كان شكل اللوبيا بتاعتنا بعد ما احنا عبناها في اكياس التلاجة. احلى طريقة تفريز لوبيا خضراء هتعجبك، طريقة للمبتدئين وطريقة للي ما يعرفوش اللوبيا الخضراء بتاعتنا. لو انت ما تعرفينيش ياريت تعملي لي اشتراك ولايك وشير وفعلي زر الجرس، وانا اسمي زوزو، وتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم ايه في طريقة التفريز بتاعتنا. احلى طريقة تفريز لللوبيا الخضراء، واحنا عرفنا الفرق بينها وبين الفاصوليا الخضراء.